السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدوري في الجزيرة إن شاء الله، الدوري في الجزيرة بإذن الله بنسبة 99.99%. النادي الأهلي النهاردة قدر إن هو يتغلب على نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 بهدف حسين الشحات، جه عن طريق حسين الشحات. طبعا النادي الأهلي دخل مباراة بتشكيلة 4-2-3-1. كان في حراسة المرمى، هيبدأ الأول بالتشكيل. كان في حراسة المرمى مصطفى شوبير، كان محمد هاني ناحية اليمين، ومحمود متولي قلب دفاع، ومحمد عبد المنعم قلب دفاع، وعلي معلول، وقدامهم مروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وعمرو السولية وبيرسي تاو. وفي الهجوم كان كهربا. نيجي لتشكيلة سيراميكا كليوباترا، كان في بسام في حراسة المرمى، محمد بسام، وفي أحمد هاني في خط الدفاع، ورجب نبيل ومحمد شكري وأحمد رمضان وكناريا ومحمد عادل وميدو جابر، وفي محمد إبراهيم وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان. دوت تشكيل سيراميك كليوباترا. تمام. طبعا النادي الاهلي دخل المباراه وهو كان رصيده 59 نقطه، كان بيحتل المركز الاول، لكن سيراميك كليوباترا كان في المركز ال 12 برصيد 31 نقطه. بعد فوز النادي الاهلي اصبح رصيد النادي الاهلي 62 نقطه، بينما تجمد رصيد نادي سيراميكا كليوباترا عند النقطه 31 في المركز ال 12. طبعا الماتش ابتدى، كان في يعني نادي سيراميكا نزل يعني مبادر كده بالماتش كده، وكان عنده يعني ايه حماس في الاول شويه، ونزل يهاجم النادي الاهلي وبدر النادي الاهلي بالهجوم. بعدها النادي الاهلي بدا يفوق كده بشويه يعني، ويستوعب المباراه، وبدا ان هو يعني ايه يبادر برضه فريق سيراميكا كليوباترا بالهجوم. اول فرصه جت للنادي الاهلي كانت في الدقيقه 24، كانت فرصه خطيره جدا 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 لكهربا. جت في الدقيقه 24، كانت فرصه خطيره جدا، وكهربا كان ممكن يحط الهدف الاول، لكن بصراحه كهربا ضيعها بمنتهى السهوله. في برضه فرصه تانية جت لكهربا في الدقيقه 43، يعني برضه ضيعها برضه بصراحه. يعني كهربا النهارده ضيع كورتين مهمين جدا جدا جدا. كان اللعبة التانية دي كان حسين الشحات اداها لعمرو السولية، ومن السولية اداها لكهربا، لكن كهربا فقد توازنه ووقع كده وهو بيشوط الكورة، فراحت سهلة جدا لحارس مرمى سيراميكا كليوباترا محمد بسام بمنتهى السهولة. نيجي بعد كده في الدقيقة 57، دي كانت النقطة الفاصلة في المباراة. هدف حسين الشحات، بصراحة هدف كويس جدا جدا جدا. يعني الجون ده ماركة حسين الشحات، محدش يعرف يجيب الجون ده الا حسين الشحات او حد في نفس المهارة بتاعته. بصراحة الجون ده كويس جدا جدا، مجرد ما حسين الشحات استلم الكورة حطها تحت رجله، جه ناحية اليمين كده، وبعدها قام برجله الشمال قام حاططها ايه على يمين محمد بسام. طبعا محمد بسام يعني تثبت في الكورة، ما عرفش ان هو طبعا يصدها، لان الكورة بصراحة كانت صعبة جدا جدا. حسين الشحات ما شاء الله عليه من مباراة لمباراة كل يوم بيزداد ثقة وبيزداد مكسب كبير طبعا للنادي الأهلي حسين الشحات. وكان يعني في ناس كتيرة يعني كانت زعلانة من حسين الشحات بسبب مستواه اللي قبل كده، لكن حسين الشحات بيصالح الجماهير بقاله فترة. برضه كان بيرسي تاو برضه كان على قائمة يعني الراحلين، وكانت الناس بتطالب ان هو يرحل من النادي الاهلي، لكن بصراحة هو السنة دي اتغير من الموسم اللي فات. الموسم ده بقى احسن من الموسم اللي فات بطريقة كويسة جدا جدا جدا. بعد كده برضو في برضو يعني هدفين مؤكدين، برضو في الدقيقة 94 وفي الدقيقة 97، كورتين ورا بعض يعني مفيش في 3 دقايق، يعني في الوقت يعتبر بدل الضايع. برضو البيرسي تاو، واحدة كانت على خط ال6 ياردة، المفروض بيرسي تاو يحطها ببطن رجله بمنتهى السهولة داخل المرمى، لكن بصراحة هو شاطها بوش رجله بطريقة غريبة جدا جدا جدا، وطلعت من فوق الجول. جا برضه كورة تانية، يعني الكورة اللي هو شاطها في العارضة اللي في الدقيقة 97 دي كانت يعني صعبة جدا عن أو يعني هي كانت سهلة شوية، بس كانت أصعب من الكورة اللي كانت على خط ال6 ياردة. كانت كورة في الدقيقة 97 شاطها بوش رجله، دي كانت محتاجة فعلا وش رجله، وكانت محتاجة قوة. فهو شاطها بس لسوء حظه إن هي جت في السوكة بتاعت العارضة، دي كانت آخر كورة للنادي الأهلي في آخر الشوط التاني، والنتيجة كده بتخلص 1-0 لصالح النادي الأهلي. كده النادي الأهلي بيرتفع رصيده ل 62 نقطة.
بينما تجمد رصيد نادي سيراميكا عند النقطة 31 في المركز ال 12. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت لو عجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.